اول ما تبدا تاخد بالك من مستقبلك وتركز في حياتك وتحاول ان انت تتطور في حاجات هتحصل، والحاجات دي لازم تكون فاهمها علشان لو ما فهمتهاش ممكن توقف سعي تجاه هدفك. اول حاجه هتلاقي الناس نفسها بتتغير تجاهك. الناس هتبدا تقول لك لا الشخص ده متكبر، الشخص ده بقى شايف نفسه. في ناس هتبدا تقول لك ان انت بقيت غريب الاطوار، والناس دي شويه بشويه هيبداوا يتكلموا من ورا ظهرك، وهتبدا الناس دي تبعد عنك. واحيانا هتحس ان انت لوحدك. ودي الحاجه التانية، هتحس احساس شديد بالوحده. احساس شديد بالوحده لانك بتحاول تتحسن، ولما بتيجي تقعد مع الناس دي ما بتحسش ان انت زيها. يعني بتحس ان في اختلاف كبير جدا في الافكار والاهداف، مفيش حاجه تتكلموا فيها تقريبا. وفي نفس الوقت انت غير جيد بالشكل الكافي علشان تبقى زي الناس اللي عايز تبقى زيها. لان الناس اللي انت عايز تبقى زيها دي برضو عايزه تقعد مع ناس دماغها زيها او حققت حاجه زيها، فانت لسه لست جيد بالشكل الكافي. فهتبقى في مرحله وحده. اللي انت محتاج تفهمه ان الناس لو هي فعلا حباك هتبدا انها تتفهم وحدتك، وفكره ان انت ما بقتش ممكن تسال عليها زي الاول، ما بقتش ان انت تخرج معاها زي الاول. هي عارفه ومتفهمه ان انت شغال على هدف معين، فهتحب لك الخير. الشخص اللي هيزعل منك ومش هتفهم الموضوع ده لازم تعرف ان هو بتاع مصلحته، فعادي ممكن تخسره. وفي نفس الوقت الاحساس بالوحده ده هيبقى مؤقت في مرحله معينه، هتبقى جيد بالشكل الكافي اللي هيخليك ان انت تبني صداقه مع الناس اللي انت حابب ان انت تبقى زيها. محتاج ان انت تفهم الحاجات دي علشان تفضل مكمل سعي. دي مراحل لابد ان انت تمر بيها، وتقريبا بعد ما بتوصل لمرحله معينه خلال سعيك لان انت تتطور وتسعى لهدف تاني، غالبا هتمر بنفس الحاجتين دول. فافهم الموضوع ده وخليك مكمل.